هل المناظرات العلنية في المواضيع الخلافية دي حاجة مفيدة للناس ولا دي قلة أدب أصلا ومش المفروض نعملها، ولا المفروض نتكلم بس في الخفا، ولا نتكلم في العلن زي على التيك توك مثلا والناس تقعد تتخانق مع بعض؟ أنا من وجهة نظري إن هو مفيد جدا، مفيد جدا لمين؟ للناس اللي بتسمع. ليه؟ لأن بكل بساطة لما اتنين بيتناظروا في موضوع معين أنا عاوز أسمع عنه، أنا بسمع وجهتين النظر قدام بعض واشوف التفكير المنطقي، هل وصلت لحاجه صح ولا وصلت لحاجه غلط، ولا انت بتعدي التفكير المنطقي عشان توصل لحاجه معينه. المواضيع الخلافيه مش هتخلص، اوكي، من اول المواضيع التافهه زي مثلا هل الاهلي بيكسب بالتحكيم، هتلاقي ناس عاوزه تتكلم في الموضوع ده، ولغايه هل المسيح هو الله، ده برضو موضوع هتلاقي ايه الناس عاوزه تتكلم فيه. في مواضيع كتيره جدا جدا جدا، بس الناس بتقعد تتخانق وما بتقدرش تسمع بعض. فالمناظرات العلنيه ميزتها في ايه؟ ان بكل بساطه هي محدده. يعني ايه؟ يعني في الاول مثلا ده هيتكلم ربع ساعه وهيقول وجهه نظره، وبعد كده ده هيتكلم ربع ساعه وهيقول وجهه نظره. بعد كده في حق الرد، بيبقى مثلا وقت اقل 5 دقائق وخمس دقائق، وبعد كده في الكلمه الختاميه دقيقتين ودقيقتين. بعد كده في اسئله من الجمهور، سواء بقى لو الجمهور ده قاعد قدامك او الجمهور ده بيتفرج لايف، فبتتجمع الاسئله وبتتسال. مين اللي بيستفيد؟ الناس اللي بتتفرج. انا كواحد متفرج بتعلم جدا، بس لو اتعملت كده برضو هيبقى فيها مشاكل. من وجهة نظري انها ممكن تتنظم اكتر من كده بكتير. ازاي؟ ان انت اول حاجة بتحدد الموضوع من قبل المناظرة بشهر. ليه؟ عشان تدي مساحة للناس انها تتفرج على وجهة النظر دي ووجهة النظر دي ويفهموها، بالذات لو هتعمل المناظرة دي فعلا على الارض فالناس هتيجي. فلو الناس هتيجي يبقى في تيكتس، يبقى في دفع فلوس، وفي نفس الوقت الناس اللي عاوزة تناظر بعض، الناس دي مش عاوزة تيجي ببلاش برضو. فمن حقهم مثلا ان هم ياخدوا 30% من الارباح بتاعه التيكتس، وياخدوا 30% من ارباح الاونلاين، لان ده هيتصور وهيبقى فيديو وهينزل، وده تعليمي جدا للناس. بس الناس ممكن تتخانق بالتنظيم ده، مش هتتخانق، وممكن تقلبه بلاتفورم اصلا. يعني تعمل حاجه زي التيك توك كده بس بمجرد للمناظرات. ممكن تبقى مناظرات صغيره، مناظرات كبيره، بس الميزه فيها ايه؟ ان هي هتقفل الصوت بتاع واحد. ما ينفعش يا جماعه اتنين يكونوا بيتكلموا وفي الاخر محدش هيستفيد لو قعدنا نشتم في بعض ونقعد نتخانق مع بعض. وفي نفس الوقت بقى في الاي اي هيعمل ايه؟ هيشوف الكلام اللي اتقال كله وهيلخصه، وممكن يديك راي او شرح تفصيلي. وفي ناس هتاخد الكونتنت ده وهتشرح عليه، يقول لك لا هو غلط هنا اما قال الجمله دي، لا كان المفروض يقول كذا، او ليه راي تاني ممكن عاوز يوصله. طيب هنختار الناس اللي هتطلع على اساس ايه؟ الناس اللي هتطلع دي هتطلع على اساس التصويت على ايه؟ اونلاين. انا والله يا باشا في الموضوع الخلافي ده انا عاوز مثلا واحد سيد عبد الحفيظ اللي يتكلم فيه، انا والزمالك باعت ميدو مثلا، فبقى حاجه نقدر نتفرج عليها. في مواضيع تانية انا عاوز معاذ عليان، واحد تاني لا عاوز محمد شاهين اللي هو الدعوه، ده فاهم اكتر. واحد تاني يقول لك لا، طب دي هتتعمل ازاي؟ بالتصويت. ليه؟ لان بكل بساطه مش هينفع نطلع واحد على نفس الموضوع طول الوقت، وممكن ناس ترفض اصلا انها تطلع. طب الناس اللي هترفض هنقول ان هم رفضوا. فبحيث ان الموضوع يبقى شفاف جدا، وما نطلعش حد ما بيفهمش، ما عندوش درجه علميه، او مش فاهم الموضوع قوي. لازم يكون عنده مشاهدات اونلاين ان الناس سمعته ووجهه نظره واضحه وصريحه. وانس ان احنا هنختار الاثنين اللي هيتناظروا، هنخليهم ليهم الحق ان هم يحطوا فيديوهات شرح عن الموضوع. ليه؟ لان في شهر كامل الناس تتعلم فيه، عشان لما تحضر تقدر تسأل، تقدر تفهم الكلام اللي بيتقال، لان المواضيع ما بتبقاش سهلة جدا ولا من فوق السطح. من وجهة نظري ان دي طريقة للتعليم حلوة جدا. انا واحد من الناس بتفرج على مناظرات في كامبريدج يونيفرسيتي عن حاجات مستحيل حد يتكلم عليها، والموضوع بيطلع محترم. بيبقى فيه رمي كلام، بيبقى فيه ضحك ساعات، بيبقى فيه تريقات، بيبقى ساعات في ناس بتبان ان هي ضايعه مش فاهمين اي حاجه، او الموضوع النقطه اللي هم بيدافعوا عنها ضعيفه جدا. بس الميزه ان انت تقدر تعيد الكلام ده كل شهر مثلا. يعني انت لو عملت الموضوع تبع مثلا وزاره التعليم العالي، يعني في جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، الجامعات دي هيبقى منظم، وفي نفس الوقت مفيش مواضيع مفاجاه. فاحنا عارفين الموضوع من قبلها بشهر، وعارفين مين اللي هيجي يتكلم قبلها بشهر، فاحنا ضامنين ان مفيش مفاجآت ولا في خناقات ولا في اي حاجه ممكن تحصل، لانه في حرم الجامعه برضو. وبالنسبه للاونلاين في دخل كتير بيحصل، فالناس اللي بتناظر دي هيبقى عندهم دخل. من وجهه نظري ان المشروع ده لذيذ جدا، وهيعلم الناس حاجات كتيره جدا في مواضيع كتيره جدا، وممكن يتقلب بلاتفورم ويتعمل
ميني ديبيتس. يعني ايه؟ يعني مناظرات صغيره، ممكن يبقى على مواضيع يعني مثلا انا مثلا ابقى متفق مع معاذ على ايام في حاجه، بس في وجهه نظره الاوفرول انا معاه، بس انا مش موافق عليه مثلا في الكلمه دي، فانا عاوز اناظره وانا معروف شويه، فايه يتعمل اونلاين، يبقى اتنين بس وواحد بيمودريت في النص، يبقى ده دقيقتين ده دقيقتين ده دقيقه ده دقيقه، خلاص فهمنا بعض واتكلمنا والناس اتعلمت هو وجهه نظر انا الصح ولا وجهه نظره هو الصح، وهكذا. ده بيسمح للناس ان هي تعرف تفرق ما بين الناس اللي بتتكلم وخلاص وهو مش فاهم اي حاجه، لان في ناس بتعرف تتكلم، يعرف يحسسك ان هو فاهم كل حاجه ويعرف بيشرح لك الحاجه وهو مش فاهم اي حاجه. والله العظيم دي بتحصل كتير جدا. انا وانا بدرس ماث في اول تدريسي كان في مسائل ما بعرفش احلها، بس كنت بحور يا باشا، مش هبان ان انا مش فاهم حاجه قدام طالب. قيس على كده اي حد في اي موضوع، مفيش حد يعرف كل حاجه، مفيش حد يعرف كل حاجه 100% في موضوع معين، فده هيعلمك وهيعلمه وهيعلم الناس كلها. من وجهه نظري لو عجبك الموضوع شيره، لو انت على الفيسبوك او اليوتيوب، ولو على التيك توك ابعت جيفت بقى.